السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. الشعر ده انا كنت منزله قبل كده لما اتحرق مني وكان باظ وكان اتدمر، وجبته تاني لان كان الماده كانت وحشه او كانت مضروبه، وجبتها تاني عالجت لها الشعر هنا بقاله اكتر من سنه. ما شاء الله، اللهم بارك. هنزل لكم اللينك بتاع الفيديو ادي الشعرايه بطولها، يعني اللي كان فوق ده كله كان قصير جدا جدا من فرد سابق عني. آه، ك- الشعرايه طولت، بدأ يطول بعضه كله، بدأ يتحسن جدا جدا. اللي طالع جديد كله طالع طول. الشعرايه ما اتقطمتش الحمد لله رب العالمين، مع ان انا كنت شغاله بماده مش كويسه الاول ورجعت عالجت. هنزل لكم الفيديو برضو، خدوا برضو فكره هو كان عامل ازاي. تمام. هو الشعر ده برضو حصل معايا برضو فيه مشكله، يعني هو كل مره تقريبا هي معايا في حاجه غلط، نفس البنوته. بس المره دي مش عندي، المره دي عندها هي. مبدئيا كده هي كانت عاملة صبغة قبلها بيوم، حطت صبغة كانت جايباها هي من برا مصر وعملتها. حتى الشعر من فوق باين جدا ان هو معمول صبغة، بس بان اكتر اكتر بعد الفرد. تمام. وغير كده وكده كانت بتستخدم زيت زيتون وما قالتليش. تمام. انا اول ما شفت شعرها لقيت شعرها مش نظيف، بس مش نضيف اللي هو مش ملبك في بعضه، مش مزيت الكلام ده، لا لقيته مش نضيف حقيقي. ضربت الاستشوار فيه طلع دخان، فخدت العميله غسلت لها بشامبو كلارافاينج عادي. بس تقريبا ده ما كانش كفايه للغسيل، لان هي قالت لي بعد ما خلصت ان هي كانت بتستخدم زيت زيتون وزبده شيا، فده مشكله كبيره جدا جدا معايا. فانا زي ما انتم شايفين يا بنات، انا حطيت الماده، استخدمت لها بروتين وترميم. حطيت كميه البروتين، يعني لو مثلا 100 جرام بروتين حطيت 10 جرام ترميم ريبير. واشتغلت للشعر عادي وبدات اوزع الماده واتعاملت مع الشعر عادي جدا جدا. طبعا يا بنات لازم الغسيل الكويس والتجهيز الكويس، لان انا هنا حصل معايا ديفوهات في الشعر، فهوريكم طالع معايا برضو في بعض الديفوهات. انا تخيلت ان انا مثلا الشعر مفرود قبل كده، فمش هبقى محتاجه قوي ان انا اغسله قوي، اللي هو كده كده اصلا مفرود من الاطراف. لكن انا كنت غلط برضو، لان كلنا بنقع في الغلط يعني. مش معنى ان انا مثلا متخصصه بقالي كتير فممكن ما اقعش في غلط، لا. ممكن جدا عادي، وارد جدا ان انا يطلع معايا ديفوهات ويطلع معايا مشاكل في الشعر. عشان بس البنات اللي بتكلمني وبتبقى بتشتغل مثلا لأول مرة أو تاني مرة، فالشعر يطلع منها فيه ديفوهات، في حتت مكسرة فتبقى متحطمة. لا، أنا عايزة أطلع شعر ستريت من أول مرة. لا، خليكي على طول حاطة إن انتي ممكن يحصل معاكي أي مشكلة في الشعر، أي ديفوهات، أي حاجة. الشعر ده انت تشوفوه قبل، الشعر ده كان بايظ جدا جدا جدا، وانا كنت عملت له بنوع بروتين، كنت انا مغشوشه فيه، وجبتها تاني عدت لها الجلسه. برضو موجود الفيديو على القناه. والمره دي برضو طلع معايا الشعر فيه ديفو، مع انه مفروض من ورا كله، بس طلع معايا برضو فيه ديفو، وده عيب منها هي، لان هي ما غسلتش، فهي ما زعلتش اصلا لما طلع الشعر مكسر. تمام. احنا دايما يا بنات طبعا بنبعد عن الفرو نص سنتي، خلينا متفقين على كده. بنوزع المادة عادي، بنشبع الشعر، لان كانت عايزة تعيد على الشعر كله. دي تعتبر اعادة، لان الشعر مفروض من ورا، بس الجذور طولانة، يعني دي كل اللي طالع ده جديد ده طول، مش اي حاجة تانية. بتشربوا الشعريه كويس جدا، والله انا اديت الشعرايه على قد ما اقدر. يعني لما واحده تقول لي لا ده انا مشبعه الشعريه كويس وكابسه كويس، انا برضو عامله كده النهارده، ومع ذلك الشعر برضو طلع فيه بعض الديفوهات. يعني انا حاطه ماده قدامك اهو كتير، ومشبعه الشعريه جدا وعامله كل حاجه اقدر عليها، وبرضو طلع معايا ديفوهات. بالنسبه بقى للبنات اللي لسه بتبدا، اللي تيجي مثلا تبدا، الاقي بنات تكلمني تقول لي لا ده واحده قريبتي قالت لي ما تعمليش كده، ما تبدايش، ده انت هتوقعي الشعر. ده انت لو واحده وقعت لها شعرها هتشتكيكي، لو واحده عملت لها حاجه هتبوظ الدنيا. مفيش الكلام ده. ما يعني ما تخليش حد يحطمك. عندك هدف، عندك عايزه تعملي كارير لنفسك واسم ونفسك، اشتغلي على طول، ما تسمعيش كلام اي حد، ما تخليش حد يقف قدامك. وانت علمي واثبتي اللي قدامك، واثبتي لنفسك ان انت تقدري. الناس اللي شغالين دول كلهم محدش يعني حصل له مشاكل يعني. وتأكدي ان اللي بتحطمك دي مش بتحبك،
او اللي بتقف في طريق شغلك ده يبقى مش بتحبك. انا واحده غريبه لما اي واحده بتكلمني بقول لها لا اشتغلي وحلو وهاتي واعملي. هل انا باخد من رزقهم؟ ما فيش الكلام ده. فانت لازم تكوني هدفك قدامك على طول، ما تشغليش بالك بحد. اتعلمي واكسبي واشتغلي، واللي مش هتعرفيه النهارده هتعرفيه بكره. كل ما تشتغلي في شهر جديد هتعرفي حاجه جديده. الممارسه هتعلمك حاجات ما كنتيش تتخيليها. كل مره يطلع معاك شعر جديد وشكل جديد، ومفيش حاجه بتقف، والحياه ماشيه، ولازم نشتغل ونتعب. وفي الجو اللي احنا فيه ده والغلا ده طبيعي ان كلنا نشتغل. فلو تقدري تشتغلي اشتغلي، ما تخليش حد يحطمك ولا حد يقف قدامك. هتمشي بتكنيك شغلك كويس، هتراعي ربنا في شغلك، هتراعي ربنا في طريقة شغلك، والله العظيم هتطلعي احلى شغل، احلى شغل. لكن غير كده لا، اسلوب التحطيم والكلام ده ملوش لازمة. انا هنا لسه بوزع المادة اهو يا بنات، اهو زي ما انتم شايفين كده. انا ببعد عن الفروة خالص، ما بقربش المادة من الفروة تماما، عشان كده ما بيحصلش معايا مشاكل في الشغل. اهو التوزيع اهو، المادة اصلا لطيفة جدا وبتلمع على الشعر ازاي، وحلوة قوي كأنك حاطة على الشعر مية، مش حاطة عليها مادة. بصوا المرة اللي فاتت بقى في الفيديو القديم، تبصوا تلاقوا الشعرية ايه واقف عليها المادة كده زي الفرد العادي. لكن ده بص، مجرد ما بحط المادة وخليها الشعر زي الزبدة، مش واقفة كده على الشعر، مش لا، الشعرية بتتشربها. شايفين الفيديو القديم؟ تحس ان المادة الشعرية ما بتشربهاش اصلا خالص. المادة وحشة، كانت وحشة جدا هناك في الفيديو القديم ده. بس ما شاء الله الشعرايه اهي، ولا وقعت ولا اتقطمت. عشان الناس اللي كانت كاتبه لي كومنتات على الفيديو القديم تقول لي انت ما عندك ضمير، انت كان لازم توقفي شغل وما تعملهاش من الماده. إيه لما لقيت الماده كده بتشتريها ليه؟ لما هي رخيصه بتجيبها ليه؟ ما البني ادم لازم يجرب. ما انا جربت عادي، ايه المشكله يعني؟ وبعدين رجعت عالجت. هي الفكره ان انت لازم تكوني بتعرفي تعالجي، غير ان انت تكوني بتعرفي يعني تعملي تفردي وكده. فانت لازم تكوني بتعرفي تعالجي، وانا عالجته الحمد لله، وادي النتيجه قدامكم. ادي الشعر بعد ما وزعنا الماده اهو، اللي نزل في المشط كام شعرايه ما شاء الله، ولا في تقطيم ولا في تساقط ولا اي حاجه. التساقط اللي هو الطبيعي جدا جدا جدا. بصوا المشط قدامكم اهو، ما فيهوش الهوا، شعرتين 3 بالكتير، يعني الشعر ما تضررش منه ولا حاجه. الشعر ده هسيبه ساعه ونص و... وهنبتدي نشطف طبعا. هنروح بقى للشطف يا بنات، اهو الشطف اهو. الشطف يا بنات زي ما انتوا عارفين، في ناس بتشطف نص شطفة، في شعر بشطفه شطفة كاملة، في شعر بياخد مثلا 3/4 شطفة، وهكذا. الشطف قدامكم اهو للشعرايه دي. بص انا بفرد الشعر ازاي، بفرق الشعر كده عشان ايه؟ يتشطف كله، ما يبقاش ايه، آه في مواد من جوه ومن فوق بس اللي اتشطف. لا، الشطفه اهو يا بنات. تقريبا بنزل المادة، انا مش عايزة المادة الزيادة دي كلها اهو. ب... يعني راقبي المية بتاعتك، المية لما بتبتدي قبل ما تبتدي تروق تروحي موقفة اهو. بصوا يا بنات، لاحظتوا هنا كده اهو المية بدأت ايه، القوام بتاعها يخف، خلاص وقفي. خدت هنا الأميلة وبنشف لها باستشوار هوا سخن. هنشف الشعر تماما 100%. الاستشوار هنا هوا سخن بس، ما بتقربيش الاستشوار قوي مش شعرية عشان ما تبخرش المادة. تمام. لازم تنشفي الشعر كويس جدا جدا جدا. التنشيف الشعر كويس بعد الشطف بيساعد معاكي في ان انت تكبسي بسرعة، ويبقى سريع معاكي الكبس، عشان ما تضطريش ان انت تقفي وانت تكبسي تشغلي الاستشوار تاني، تستغلي الوقت. يعني نشوف الشعر تمام. انا بنات ما جبتش الكبس لان المساحة عندي بتاعة التليفون قافلة، فقلت اخد لكم اخر ايه، اخر حتة كده في الكبس. انتوا عارفين الكبس انا قايله لكم كتير في الفيديوهات اللي فاتت. الشعر هنا من فوق لونه كده ازاي، اللون كده ما فتحش قوي فاتحرق، لا، هي عامله صبغه. هي عامله صبغه على وش الشعر. الشعر من جوه تلاقيه بلونه عادي، بس من بره هي عامله صبغه، عامله على الشعر من فوق كده صبغه. تمام. كانت حاطه صبغه امبارح يعني، وده برضو اثر معايا في ضفات الشعر، طلع معايا برضو ضفات. يعني انا اشوف الكبسه كويس خالص اهو،
هنا بقى الغسيل اهو يا بنات، انا كابسه كويس جدا والشعر لونه مغير معايا خالص، وطلع في الشعر ديفوهات للاسف عشان الشعر هي كانت بتستخدم زيت زيتون وزبده شيا جايباهم من بره مصر اهو. الغسيل اهو يا بنات، شوفوا بنضف الشعر خالص، نضفوا الشعر جدا 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 من اي ماده عشان الشعر معاكم يبقى مفرفر كده وحلو اهو زي ما انتم شايفين يا بنات. غسلنا الشعر جدا، هننشف الشعر اهو باستشوار هواء بارد. بعد الغسيل لازم الشعر يتنشف باستشوار هواء بارد، وبعدين تشغلي السخن في الاخر كده قيمة 10 دقايق. طبعا لازم العميلة تفرد شعرها 10 ايام، ما تستخدمش اي توك لمدة ال10 ايام دول. تنام بشعرها يكون ناشف ما يكونش مبلول. تفرد شعرها طول الوقت. بصوا بقى الكسر يا بنات، بصوا بقى الكسر فوق في الجذور، بصوا الدفوهات دي، بصوا التكسيرات اللي فوق دي، شايفين واخدين بالكم منها؟ شايفين الشعر من تحت كويس جدا لان طبعا مفروض قبل كده، واللي فوق دول الدفوهات دي هي اللي باينه اهو. الجذور عندها فيها تكسيرات جامده، بس ده مش ذنبي وهي عارفه ان هو مش ذنبي اهو. زي ما انتم شايفين كده يا بنات، انا ابتديت طبعا افرد ده كله بالاستشوار، اسرح كده لان هي الكسره برضو يعني اتفردت بالفعل، فابتديت ان انا اسرح كده عشان يبقى المنظر كويس اهو. وهي على طول بتعمل عندي يعني، فهنبقى نظبطها ان شاء الله الفتره الجايه، يعني عادي المرات الجايه نبقى نظبط الكام كسره دول، كام ديفو دول. زي ما انتم شايفين اهو يا بنات، هو الشعر من تحت كويس بس من فوق فيه ديفوهات، مش مفيهوش ديفوهات فيه، خلينا متفقين ان هو فيه ديفوهات. انا حبيت اوريكم الفيديو عملي واوريكم الشعر قبل كان عامل ازاي والمره اللي فاتت كان عامل ازاي. يا رب يكون الفيديو عجبكم. سلام يا بنات.